الناسور الشرجي والناسور العصعصي. باختصار الناسور الشرجي من اسمه هو ناسور او نفق او ممر بيحصل حوالين فتحة الشرج. في منطقة الشرج بيكون ليه فتحتين، فتحة على الجلد المحيط بالشرج والفتحة التانية داخل قناة الشرج او المستقيم. الناسور العصعصي بيحصل في اخر الظهر في منطقة العصعص، بيكون موجود فتحة او اكتر بتنزل افرازات صديدية او افرازات دموية. سبب الناسور الشرجي في الغالب هو وجود او حدوث خراج شرجي لم يتم التعامل معه بصورة عاجلة او صورة صحيحة. اعراضه بيكون افرازات دموية او صديدية حوالين الشرج او من فتحة الشرج. الناسور العصعصي بيحصل في الغالب نتيجة نمو الشعر بطريقة غير طبيعية وتكون كيس شعر تحت الجلد في منطقة العصعص بيحصل فيه التهاب يعمل خراج يفتح بفتحة او اكتر في منطقة العصعص. عرضه بيكون افرازات صديدية او دموية في منطقة العصعص. دلوقتي مع وجود الليزر اصبح علاج الناسور الشرجي والناسور العصعصي سهل وبسيط وامن جدا جدا جدا. فترة نقاهة قليلة، مضاعفات اقل بكتير جدا من الجراحة التقليدية.